طلبتوا مني اسعار الاسكوترات في الفيديو بتاع اللي احنا اتكلمنا فيه عن اسعار الموتوسيكلات، فدلوقتي احنا في معرض ايزي بايكر معانا مستر حمدي. ويلكم يا حمدي. فدلوقتي عايزك تقول لي اسعار الموتوسيكلات من اقل فئه لاعلى فئه، وكمان عايزك تقول لي لو في السكوتر ده فيه مميزاته ايه وعيوبه ايه. وانا عارف طبعا ان دلوقتي في مشكله في الاسعار ساعات بتطلع طالعه نازله كده بالظبط. فاحنا هنتكلم للناس، هنقول لهم الرينج السكوتر هيتراوح منه وقيله ان شاء الله. بالظبط. ده سكوتر مارينو سبورت، ده نازل من شركه ابو حوا، تمام. دوت بيجي بتانك بنزين 6 لتر و150 سي سي. سكوتر كويس، شكله لذيذ الى حد ما. بعد كده بقى نطلع حاجه بسيطه قوي على الكي ويف فيرزيليا. كي ويف فيرزيليا برده من السكوترات اللي انا بحبها جدا. الجنط بتاعه بيبقى قوي وعريض، مساحه تخزين كويس تحت الكرسي. هو شكله كلاسيك شويه، بس ايه يعني في فيبر كتير، يعني دي ممكن اكتر حاجه مش بحسها ميزه فيه، ان هو فيبره كتير شويه. تمام. الفيبر الكتير ده ممكن يزاولك في اي خبطه او حاجه، فاهم؟ متعرض دايما للخبط، فاهم؟ بس المشكله ديت في الاسكوترات عن الموتوسيكلات كده الاسكوترات هو عموما كتير بس انت بتتكلم هنا هو فيبره كتير شويه عشان شكله كلاسيك. بس هو السكوتر ده بصراحه محترم قوي، كواليتي كويسه قوي، حتى كواليتي فيبر كويسه. بيجي بعداد ديجيتال معاك، مفتاح بصمه بريموت، مساحه تخزين كويسه، كرسي مريح قوي. دوت بيتراوح برضو، يعني ده بعد المارينو سبورت على طول. هم بيتراوحوا في اواخر الخمسينات، تمام، الاثنين مع بعض. بعد كده بقى نطلع على اس واي ام على طول مره واحده للجيت 4، تمام. الجيت 4 150 سي سي، متعرف عليه كده كده، مش محتاج ان انا اشرحه لان الناس كلها عارفاه، ولكن هو 150 سي سي برضه. تانك البنزين بتاعه نفس الفئه. سكوتر مريح كويس. دوت برضه معاك في بدايه السبعينات، تمام. بعد كده احنا كده في ال 150 يعتبر ايه، في فئات كتيره جدا جدا، ولكن احنا ولكن دول الافضل، تمام، من ما بين ال 150 اللي موجود في السوق عموما. هنطلع بقى على ال 200 سي سي على طول. في بقى سكوترات بتتكلم بقى في حته ايه، في حته السعر. في ناس بقى دلوقتي بتنافس كشركات عموما، بتنافس في حته السعر شويه. اسعارهم ك 200 سي سي بيديك اداء 2024 كاداء سكوتر وكاوبشنز، واسعار منافسه بشركات تانية غاليه قوي، تمام. ولكن يعني تعالى اوريها لك جوه. معاك بقى فئه ال 200 سي سي بتيجي معاك مثلا في سكوترات هوجن من شركه ابو المجد. سكوترات كويسه جدا، كواليتي مختلفه تماما عن حاجات نزلت كتير قوي في السوق. بص يا صاحبي، بس النقطه بنحب نوضحها ان اللي هو بيتكلم فيه ده مش اعلان لشركه، عشان في ناس يعني تتكلم يقول لك انت بتفضل حاجه عن حاجه وبتعلي حاجه عن حاجه. احنا مش بنعمل اعلان، احنا بنقول لكم الكويس دلوقتي في السوق. انا بالنسبه لي انت هتركب، انا هركب. يعني انت لما هتجي لي المعرض انا هدي لك اللي هيناسبك. فلو انت البادجت هنا لو انت البادجت هنا هيناسبك في الفئه السعريه ديت، انا ماشي هرشح لك الهوجن الاي دي في، لان هو سكوتر كواليتي وقيمه مقابل سعر دلوقتي. يعني هو بيديك مفتاح بصمه، تمام، كليا، عداد ديجيتال، كمان بيديك انوار كلها ال اي دي مع فتحه لذيذه قوي كده في الاول. جنوط 14، تانك بنزين ويكاد يكون الاكبر في فئه ال 200 سي سي كلها، 11 لتر بنزين، تمام. سكوتر قوي، قيمه مقابل سعر دلوقتي، ونازل يعني بفئه كويسه قوي، ان هو معاك في بدايه السبعينات. تمام. في نقطه بس خلينا نتكلم فيها، اللي هو انا كرمزي مش معترف في حاجه في السوق المصري دلوقتي اللي هي قيمه مقابل سعر. بس خلينا نقول عشان الاسعار طبعا، الله ينور عليك، عشان الاسعار دلوقتي بقت فوق بالظبط، فانت بتتكلم قيمه مقابل سعر على اللي احنا معاه. بالظبط. فاحنا بنتكلم بالنسبه للشركه ديت والشركات الثانيه، فده سعر. هنا لما جينا اتكلمنا في الاول كان في حاجات رنجها مثلا ايه في اواخر ال50 وبدايه الستينات، تمام، وطلعنا للسبعينات. حلو. فانت بتتكلم ان انت 150 سي مثلا جيت 4، ما هو في بدايه السبعينات برضه. طب ما انت عندك 200 سي سي مثلا هوجن. بص انت لما بتقول لي سكوتر ب 70,000 جنيه ايوه فلاش باك 2021 22 اف 4 اي كنت بجيب موتوسيكل ياباني، فاللي هو بعيط والله. ذكريات والله ذكريات. اللي ركب ركب يا جماعه، اقسم بالله اللي ركب والله. اللي فلت وانا ما لحقتش اركب من الناس اللي الحمد لله. بيجي بقى بعد كده سكوتر 200 سي سي برضه، يكاد يكون نفس يعني السبيكس بتاعت دوت او الامكانيات بتاعت الهوجن، نفس التفاصيل بتاعت الهوجن الاي دي في، ولكن هو اعلى شويه من حيث الشكل شويه. هم ايه، قلب على تي ماكس الغلابه، يعني ايه، قلب على حته كده، ايه، حته غلابه شويه في التي ماكس. يعني شكله لذيذ الانفادور دوت. ده 200 سي سي ودوت في بدايه الثمانينات. هيجي بقى معاك هنا السكوتر الثالث برضه، يعتبر في نفس الفئه السعريه، وهو من شركه دايو الاي دي في. سكوتر برضه كويس وقوي، نفس مواصفات الهوجن، تمام، مفيش فرق كبير قوي ما بينهم، وسكوتر كويس في نفس الفئه السعريه دي. هنيجي برضو معاك يا رمزي في الحاجات ال 200 سي اس ام جيت 14. السكوتر ده غني عن التعريف، اكتر سكوتر مريح وعملي وقوي وجامد وكل. بس الفكره بقى في حاجه،
الاسعار دلوقتي يعني الى حد ما سافرت بعيد قوي، عشان لو قلت لك هتقول لي ياباني ونبكي وما نبكيش، فاهم؟ ده كان بثمن ار1 من سنتين اقسم بالله. السكوتر الجيت 14 الانجكشن يا جماعه دلوقتي الاي بي اس يعني هو 100 وحبه حلوين. خلاص يا صاحبي، يعني احنا ما نحصلش الناس بقى، يعني احنا بنتكلم بقى الاسعار دلوقتي وخلاص. وانا ممكن برضه اصدمكم في حته، برضه جيت اكس برضه موجوده معانا هنا برضه 200 سي سي، هي برضه عدت ال 100 وحبه وشويه. تمام. يعني الميتينات في اس و ام معديه شويه في الاسعار، ولكن يعني بس انت برضو بتلاقي كواليتي وامكانيات غير السكوترات التانيين، ولا اللي احنا اتكلمنا عليهم قبل كده في امكانيات اكتر؟ انا استخدمت ده واستخدمت ده بكل صراحه، يعني بعيد عن يعني لو مش هنحاز لسكوتر بعينه، يعني الجيت 14 بصراحه بالنسبه لي ك 200 سي سي هو افضل سكوتر جه 200 سي سي في التاريخ. الانجكشن الاي بي اس هو افضل سكوتر 200 سي سي، يعني بالنسبه لي الجيت اكس مش مفضل، لا الجيت 14 افضل بكتير قوي. وهتيجي برده معاك في الحته ديت ان انت بتتكلم بقى ايه، في فرق سعر شاسع، فقيمه مقابل سعر في الايام اللي احنا فيها ديت. لا انا ممكن ارجح الحاجات الثانيه عن ان انت عايز حاجه 200 سي سي الهورس باور بتاعها قريب من الحاجات ديت، يديك نفس البرفورمانس، ولكن هناك بقى بيتميز بافضل حاجه. هو البنزينات ملت البلد كده كده، بس الفكره فين؟ ان هو 11 لتر بنزين على 200 سي سي كربراتير، مش هيستخدم كتير. بس هي دي الفكره. الحاجات اللي هنا ديت برضو انجكشن اي بي اس فيها فرق شويه اكيد طبعا في الكواليتي اللي محطوطه والفلوس اللي مصروفه، فرق السعر، ولكن 100 وشويه ده كتير قوي بصراحه. خلاص يا عم والله العظيم. هيجي برضو معاك هنا سكوتر من كيوي. هنا السكوتر دوت بقى ايه، هم حبوا يسيعوا ليه؟ لان دوت المفروض تقليد هوندا اللي هو الاي دي في. تمام. الاي دي في دوت اللي هو الادفنشر، سكوتر نازل بديزاين ادفنشر، هو يخش الميه بقى والوعر والبهدله ويتشلط وكل حاجه. فهم الشركتين دول كانوا جامدين قوي، حبوا يغفلوا هوندا ذات نفسها بقى عشان الكلام ده. فواحد كتب اي دي في تمام، والتاني كتب اكس دي في، الاثنين 200 سي سي. فما فيش اي فرق، ما تحسهمش مع بعض قوي. فهم الاثنين اخوات اصلا بنفس كل التفاصيل، ولكن بس هنا والجنوط هنا اعرض. لا بعيد عن الجنوط خالص، بس هنا كواليتي السكوتر وكفبر السكوتر حتى لما تيجي تشيل، لا السكوتر هنا ككواليتي اتقل من هنا. في فرق سعر ما بينهم مثلا، دوت برده بيتراوح مثلا في رينج 100 وشويه برده في نفس الاوبشن، انت بتتكلم هنا في رينج الثمانينات. ففي فرق فلوس حبتين ثلاثه. هنا المساعدين مقلوبه، الفرامل هنا اقوى، ولكن هما الاثنين برده في نفس الفئه، يعني ايه كبرفورمانس او اداء هيديهولك هما الاثنين 200 سي سي، مفيش فرق كبير قوي. دلوقتي عايزك تقول لنا في المعرض هنا عندكم نظام تقسيط. احنا عندنا نظامين تقسيط. اول نظام بيكون عن طريق فيزا المشتريات، اي بنك. تمام. يعني مش شرط بنك معين، انت مجرد ان انت معاك فيزا المشتريات بتيجي تدفع لي بيها وتقسط انت مع البنك، يعني حلو. بتعمل تفاصيلها كلها مع البنك. تمام. الاوبشن الثاني بقى من التقسيط عندي بيكون شركه قسط مباشر معايا. شركه قسط مباشر ديت انت مجرد بس ان انت بتيجي تقول لي انا عايز اقسط، انا بعمل كل حاجه. تمام. لحد ما انت تيجي هنا وتستلم السكوتر او الموتوسيكل بتاعك اللي انت هتاخده. تمام. ومجرد بس ان انت مع المندوب بتاع الشركه شهريا بتديله القسط. عموما هي الشركه ديت بتقسط لاسكندريه بس. تمام. يعني حتى العجمي بالنسبه لهم بره اسكندريه، ما اعرفش ايه المشكله بس ماشي. فشركه القسط ديت بتقسط سكان اسكندريه بس. مع ناس يعني شاري وضامن لازم يكونوا في اسكندريه، لازم يكونوا درجه اولى قرابه عشان يقسط لك، والموضوع بالنسبه لهم بيبقى اسلك يعني. يعني الكلام دوت التقسيط من الشركه بس انت ما بتعملش اي حاجه، انت بتيجي تقول لي عايز اقسط، انا بتصرف. يعني اي حد من الشباب معانا في المعرض، سواء انا سواء التيم معانا، هم بيتصرفوا ان هم يخلصوا لك كل حاجه. انت مجرد من انت بتيجي بس تقول انا عايز اقسط، احنا بنعمله كل حاجه، تستنى مننا مكالمه بعد 24 ساعه بقول لك تعالى استلم. بس كده احنا بسلمك السكوتر او الموتوسيكل بتاعك والضمانات بتاعتك زي ما انت قلت كده، البطاقه والايصال البطاقه والايصال وشكرا، بس مش محتاجه حاجه اكتر من كده. عموما اي حاجه تحت ال 100,000 بيبقى المقدم بتاعها 30%، فوق ال 100,000 المقدم بيبقى النص على طول. بس كده دي كل حاجه عن شركه التقسيط. فاحنا كده خلصنا. عايزك تقول لي بقى عايزين الفيديو الجاي على ايه؟ هتسيب لي في الكومنتات. كان معاك رمزي ابو زيد. سلام.